يا صباح الفل حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. جايلكم بقى النهارده بفيديو جديد وروتين جديد وروتين مختلف عموما عن كل الروتينات اللي فاتت. ليه بقى؟ عشان الروتين ده عاملاه الساعه 7 الصبح، وده طبعا يعني ايه، ما بيحصلش كتير ان انا اصحى بدري واعمل روتين زي ما انتم شايفين كده. فانا صاحيه بقى رايقه كده يعني ما شاء الله كده، يعني ايه، مفيش حاجه معكنينه عليا ولا اي حاجه، صاحيه بقى رايقه ونشيطه وكل حاجه. فقلت بقى لازم اقوم اعمل الروتين الخطير ده زي ما انتم شايفين كده. بس طبعا قبل بقى ما ندخل الفيديو، تعالوا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى معايا روتين، هعمل بقى تغيير شامل كده في الصلاه زي ما انتم شايفين. اول حاجه دخلت بقى على الصلاه، لميت كل الفرش اللي في الارضيه ده وطلعته بره، اللي هي الحصر البلاستيك دي اللي انتم شايفينها، هلمها كلها كده واطلعها بره. زي ما بقول لكم، احنا كنا دلوقتي الساعه 7 الصبح، الجو بقى مرطب كده والجو حلو، يعني في نسمة هوا كده، مفيش حر مفيش حاجة، يعني مفيش حاجة مضايقاني. والبيت بقى كله نايم هدوء يعني مش الا انا الوحيدة اللي صاحية. فتخيلوا بقى الإحساس. شغلت بقى التلفزيون كده على القرآن وعشت حياتي بقى مع نفسي، ونسيت أصلا إن في ناس موجودة معايا في البيت. يعني حطيت كده دماغي في اللي انا بعمله، وركزت في اللي انا بعمله، ولا يعني ايه، برضو واخده بالي كده ان انا ما اخربطش وما اعملش صوت عشان ما اصحيش الناس اللي نايمه في البيت. بس برضو انجزت بصراحه، يعني الصحيان بدري ده بجد نعمه يعني. فانا عايزه كده اظبط نومي علشان المدارس، فانا ببدا من دلوقتي يعني. لميت كل حاجه بقى، طلعتها بره كده زي ما انتم شايفين، ومسكت بقى السقف كله، الحيطان كلها كده، الاربع حيطان كده داير ما يدور كده بالمقشه، نفضتهم عشان برضو لو في عنكبوت او في تراب او اي حاجه ينزل قبل ما اشيل الفرش بتاع الكنب، وقبل ما افرش الفرش الجديد او الفرش النظيف يعني، والستاره وكله والشباك. ما خليتش حته في الصاله من غير ما حته حته كده مسكتها كده، شلت من عليها التراب والكنسه ونفضتها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. شايفين التراب النازل من على الشباك قد ايه مع ان الشباك ده والله دايما بنفضه، بس عشان هو على الشارع والشارع ترابة، فدايما دايما دايما بيكون فيه تراب كده. انا بنفض الاول عشان هشيل الفرش بتاع الكنب ده كله. هحط بقى الطقم التاني اللي هو النظيف المغسول اللي متعان ده، هطلعه بقى افرشه. فعشان كده بنفض السقف وكل حاجة الاول، علشان اللي ينزل بقى ينزل على المفارش كده قبل ما اشيلها وقبل ما احط الفرش النظيف. فزي ما انتوا شايفين كده بنفض بقى قبل ما اشيل الفرش طبعا بنفض بقى التراب اللي وقع عليه، ما ينفعش اشيله بالتراب بحاله كده. وهدي بقى كنسه كده الاول برضو قبل ما افرش بقى الفرش النظيف، علشان لما اكنس ما يرجعش يتطرب تاني، يعني التراب ما يروحش عليه. هكنس الاول وبعد كده هرجع بقى اشيل الفرش ده واحط الفرش التاني. انا بزق الكنبه ده عشان انا عارفه ان انا هلاقي تحتها كوارث يعني لعب وحاجات، وساعات بلاقي فلوس فضيه وساعات بلاقي حاجات كتير. وولاد خواتي لما بيبقوا هنا ساعات بقى بيرموا ازايز، ممكن الاقي ازايز الميه على فكره تحت الكنبه كده ازايز ميه، اللعب اي حاجه. فبس المره دي للاسف ملقتش حاجه، ملقتش غير لعبه صغيره كده. بكنس بقى من تحت الكنب كمان علشان همسح، عشان لما اكب ميه ما يكونش في اي تراب انا فايت مني او ناسيه او حاجه يجي عليه بقى ميه يبوظ الدنيا. انا عايزه اتاكد مفيش ولا حبايه تراب كده في الارضيه. بجيب بقى بالمقشه كده من تحت كده على طول كده زي ما انتوا شايفين. يا بخت الناس اللي بتصحى بدري كل يوم والله بجد يا بختكم. انا حته يوم صحيت بدري فانا حاسه ان انا عملت انجاز ما حصلش. بس ان شاء الله انا هتعود بقى على كده، وهيبقى اخر في النوم يعني الساعه 8 بالظبط اصحى، عشان اظبط بقى الدنيا كده وابقى نشيطه كده زي ما انتوا شايفين. حتى لما صحيت بدري حاسه ان انا صاحيه رايقه، حاسه ان انا صاحيه رايقه كده يعني ومزاجي حلو يعني. خلصت كده بقى الصالة، وهطلع كده على السلم على طول التراب ده كله اللي طلع من الصالة وتحت الكنب ومش عارفة ايه وكل الكلام ده، هطلعه بقى على بره عشان في الاخر بقى ابقى اكنس السلم بالمرة عشان يبقى من ضمن النظافة يعني. كمان الباب ما نسيتوش برضو، نفضته كده عشان تبقى كل حاجة اتنفضت من بره ومن جوه كمان. الحاجات البيضة اللي عليه دي دهان، يعني هي مش دي بواقي دهان وحاجات، فهي اصلا هو شكله كده من جوه مش هتطلع يعني، مش تراب ولا حاجة.
خلصت بقى الصالة كده، كنستها ونفضت الباب وكل حاجة زي ما انتوا شفتوا. دلوقتي بقى هشيل بقى الفرش قبل ما امسح، عشان ابقى يعني اسيب ان انا اكب ميه وامسح بقى وابهدل، ده اسيب ده لاخر حاجه. دلوقتي بقى اشيل الفرش ده واركب بقى الفرش النظيف. احنا عندنا طقمين، يعني الطقم اللي بيتبهدل بنحط واحد تاني. فانا عشان هفرش بقى الحفاظات السجاد، مش هفرش بقى الحصر بلاستيك تاني. الطقم اللي انا هفرشه الوقت بتاع الكنب ده ماشي مع الحفاظات، يعني نفس اللون، اللي هو الطقم البني في بيج زي ما انتوا شايفين. نفس لون الحفاظات بني في بيج، نفس لون الحيطه لونها بيج، فكده يعني. بدأت بقى ان انا اركب المساند الاول بتاعه الكنب او تكات او ايا كان بتقولوا عليها ايه يعني. كده زي ما انتوا شايفين. انا هفرش معاكم كنبه واحده بس، وبعدين انا اكمل بقى الباقيين دول مع نفسي، عشان المخدات والمساند والحاجات دي بتقرفني لما بعرف اعملها. وهنا كانت بنت صحيت بقى وجايبه لي جايبه لي لبانه، فاخدتها منها وكلتها على طول يعني. نفضت طبعا الاول قبل ما افرش برضو، عشان ما يكونش فيه تراب او اي حاجه على المراتب، فبرضو عشان تبقى نظيفه. وحطيت بقى المفرش، هبدأ بقى اظبط المفرش كده من كل الجوانب على حسب بقى ما انا عايزه الطول بتاعه. عموما ما بحبش المفرش يكون واصل لحد الارض، بحب يكون شويه مرفوع، ما يكونش نازل قوي كده على الارض. فانا بقى بظبط، والزيادات بتنيها كده وادخلها من تحت المرتبه من ناحيه الحيطه زي ما انتوا شايفين كده. المفرش بقى التاني ده بنحطه كده، ده طقم برضو للكنب كله، طقم كده ومعاه مناديل كده للمساند والمخدات والكلام ده. ده علشان مثلا لو اتبهدل نشيله ونغسله ويبقى المفرش الاساسي نضيف، يعني ده زي كفر كده او طبقة تانية مع المفرش الاساسي. حطيت بقى المساند وحطيت المخدات، وهحط بقى عليهم المفرش الصغيرة بتاعتهم زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي كده. ودي بقى المفارش الصغيرة بتاعتهم، هي نظام مثلث كده، بتتحط بقى هنا على كل مسند واحدة، وعلى المخدة واحدة صغيرة. فالتلات كنبات بقى كلهم بالنظام ده، او ده هيبقى شكلهم في الاخر. فانا هنا بوريكم ان لسه اتنين ما اتعملوش، هعملهم انا مع نفسي، وهنا بوريكم ان خلاص الاتنين اتعملوا. شايفين بقى السرعة، في ربع دقيقة كنت خلصت. كده بقى هجيب بقى ميه، جبت بقى شويه ميه، ما حبيتش اكتر ميه كتير عشان ما بهدلش بقى الدنيا. جبت ميه وحطيت فيها شويه خل، وحطيت شويه مسحوق وشويه معطر، ورشيتها كده في كل الاركان اللي في الصاله. كده كده بقى هسحبها انا بالمساحه زي ما انا عايزه، وهوديها من تحت الكنب ومن الاركان وكل الكلام ده لحد ما امسح الصاله تبقى خلاص زي الفل. وبعد كده ابدا افرش بقى زي ما انتوا شايفين كده. جبت بقى المساحه بتاعتي وبدات ان انا امسح بقى، بشد الميه كده. لحد دلوقتي كده ما كانش حد صحي في البيت غير انا وبنتي الصغيره. وعلى فكره ده خد وقت، يعني لحد ما انا وصلت لمرحله ان انا اكب ميه، ده الموضوع خد مني وقت، بس انا طبعا مختصره كتير في التصوير، او مختصره كتير في الفيديو. ده زي ما انتوا شايفين. طبعا الميه عشان دخلتها برضو من تحت الكنب ورافعه المفارش كده علشان ما تتبلش ميه، فالميه طالعه بقى لونها يعني جابت برضو التراب اللي كان معدي مني، او التراب اللي انا ما طلعش معايا وانا بكنس. وزي ما انتوا شايفين السيراميك بيبرق. كده انا بزق الميه كده ناحيه الحمام، عشان لما اخلص بقى ايه ابقى اغسل الحمام كمان بالمره. انا كده في اتجاهي كده ان انا بزق الميه في اتجاه الحمام. هتعدي الطرقه الاول، وبعد كده هتطلع من الطرقه تخش الحمام.
خلاص كده. وكنت كمان جبت شوية مية تاني وشطفت تاني، بس طبعا ما صورتش بقى. وشغلت بقى المروحة، سبت الصالة لحد ما نشفت خالص، السيراميك نشف، وبدأت بقى ان انا افرش. جبت بقى الحصيرة دي الاول نفضتها، هي دي الحصيرة بس دي اللي انا هفرشها، مش هفرش التانية، علشان دي تمسك الحافظة ما تخليهاش تتزحلق، عشان لو احنا قاعدين على الارض بنقعد في المكان ده، فالحركة بقى والمشي والكلام ده ممكن ان هي بيخلي الحافظة تتزحلق. فدي عشان تمسكها الحصيرة حطيتها تحت عشان تمسك الحافظة. وكمان دخلتها من كل ثبتها يعني تحت رجول الكنب من كل الجوانب زي ما انتوا شايفين كده. دي اول واحدة فرشتها، التانية بقى مش هفرش تحتها حاجة. بس طبعا ما فرشتش غير بعد السيراميك ما نشف خالص، علشان بقى ما يكمكمش ويبقى فيه بواقي ميه وافرش انا عليها والكلام ده، لا، لازم ينشف خالص. الحفاظات دي انا كنت في العادي بفرشها بالطول قصاد بعض، وتكونوا داخلين من تحت الكنب كله. وفي واحده تالتة بجيبها بالعرض كده صغيره، بجيبها بالعرض في اخر الصاله. بس انا غيرت النظام المره دي، لما فرشتهم بالعرض وما دخلتهمش من تحت الكنب، الاتنين خدوا معايا الصاله كلها، ما احتجتش للتالتة فما فرشتهاش يعني. حبيت برضو يكون في حتت كده باينه من السيراميك، عشان ما اكونش كاتمه المكان كله كده ومغطيه السيراميك كله، فتحس ان الجو مكتوم. فانا حبيت برضو اسيب كده فواصل تحت الكنب، وفي الاركان هناك ورا كده برضو ده مش مفروش، وفي حتت كده من عند باب الشقه برضو ده مش مفروش. فده انا قصداه يعني، زي ما انتوا شايفين كده. دي الفواصل كده اللي انا سايباها فاضيه، اللي هي قدام الاوض. ودي شكل الصاله كلها بعد ما فرشتها. ركبت الفرش كله بتاع الكنب وكمان الارضيه زي ما انتوا شايفين. وهي دي الفاصل اللي بقول لكم عليه. فانا قصده كده يعني، انا ما حبيتش احط الحافظه الصغيره التالتة اللي هي بتقفل بقى المكان خالص، ما بقاش فيه ولا حته في الصاله باينه من السيراميك. بس انا مش عايزه كده. خلصت كده الشقه، دخلت بقى ايه، لا خلصت كده الصاله دخلت بقى على السلم. نفس الكلام برضو، هبدأ ان انا اكنسه كده وانضفه، عشان طبعا التراب اللي طلع من الصاله انا طلعته كده على السلم. وطبعا اساس السلم اصلا بالنسبه لي كل يوم او كل يوم، يوم ويوم يعني، لازم يتكنس عشان التراب برضه. يعني اخر يوم اتاخر يوم ويوم، لكن الاساس ان هو كل يوم بيتكنس، سواء في تصوير او ما فيش. لو انا ما عملتوش ماما ممكن تعمله، يعني اي حد فينا بيعمله عادي يعني، بيكنسه او بينضفه او كده. البيت عشان بقى على الطريق كله ترابه، فبيتبهدل في ثواني. هنا بقى عملت بقى القلبة بتاعت السلم اللي فوق، وهنا بقى القلبة اللي واخداني كده على المدخل بتاع البيت، برضو نفس الكلام. فقلت بقى وانا بكنس برضو اعمل الحيطة، عشان لو في عنكبوت او تراب او اي حاجة يبقى بكنس وبنفض كده في نفس الوقت، عشان تبقى كل حاجة نظيفة. وهنا خلاص السلم بقى خلصته. وبرضو كمان كملت بقى المدخل بقى بتاع البيت على بره بقى على طول، وهنفض بقى البوابة كمان. في الوقت ده كده كنا حوالي الساعة، دخلنا في الساعة 10 أو حاجة، دخلنا كده في الساعة 10 أو 9:30. والبوابة كمان بقى تنفيضة محترمة كده بقى من ضمن النظافة يعني من جوه ومن بره كمان نفس الكلام. هي البوابة دي عموما أنا زهقت تنفيض فيها وزهقت غسيل فيها، وبرضه بتتطرب، برضه بتتطرب. لو انا غسلها الصبح ممكن على اخر اليوم الاقيها ولا كأنها اتغسلت ولا كأنها اتنفضت اصلا يعني. الشمس بقى كانت ايه يعني بفتح الباب كده، بفتح البوابة لقيت الشمس جاية في عينيا. الجو كان خلاص، الشمس بقى طلعت والجو بدأ ان هو يحرر. وهنا بقى البنوتة دي كانت معدية كده جاية من الدرس، ولقيتني بصور فهي واقفة وانا ما شفتهاش. فما خدت بالي منها وبقول لها، قالت لي لا سيبيني، ما تشيليش ما تحذفيش الحتة اللي انا باينة فيها، سيبها عشان ابقى اشوف نفسي في الفيديو. قلت لها ماشي، دي بنت جيراننا يعني. وخلاص خلصت كده وقفلت بقى البوابة، ونفضت برضو البوابة من بره كده، وكنست السلم بقى اللي في الشارع من بره. وكده خلاص هطلع بقى تاني، عندي غسيل.
فانا هنا بقى كنت خلصت كمان غسيل، بس الغسيل ده كنت خدت كمان ساعة يعني تصوير المقطع ده بعد ما انا قفلت البابا وطلعت كده بساعة كمان على ما خلصت غسيل، وبدأت بقى ان انا انشر كده زي ما انتوا شايفين. بس كده ده كان يوم النهاردة، وده كان الفيديو بتاع النهاردة. بتمنى بقى يكون شجعكم، وبتمنى تكونوا بقى ايه خدتوا منه فكرة ولو بسيطة. واصحوا بدري يا جماعة، ما تكسلوش، ما تعملوش زي انا عن نفسي مبسوطة ان انا صحيت بدري النهاردة بجد. انا جازت يومي وعملت حاجات كتير، وغسلت وطبخت وعملت يعني، بس انا طبعا ما صورتش بقى بقية اليوم. انا لحد هنا كده واكتفيت، لان الفيديو كان هيطول اكتر من اللازم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، وما تنسوش بقى تفعلوا الجرس، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهاردة، وشوفوا وشكم بخير، ومع السلامة.